انا ما بحياتي قابلت حدا على فكره ما بحب البصل، ما بتذكر. انت كاني دقيت على صدرك مع انه مو طالع على الكاميرا. انت ما بتحب البصل؟ مازن انت كيف على قيد الحياه؟ كيف قادر تكمل حياه؟ والان بعد ان مر على الشوربه مرحبا، اشتقت لكم كثير. كيفكم على الصيام؟ اكيد انتم اشتقتوا لي. اليوم جايب لكم معي وصفه شوربه بتاخذ العقل. اليوم رح نعمل شوربه الحمص، شوربه كثير مغذيه ولذيذه. مقاديرها ومكوناتها محطوطه جنبي الان على الشاشه، وايضا تحت بصندوق الوصف اللي صاير مكانه فورا تحت زر السبسكرايب، اللي اذا ما لونه ابيض وطالع عنكم لونه احمر اضغطوا عليه مشان يصير لونه ابيض، ونبلش مع بعض شوربتنا الخارقه اللذاذه. اول شيء بطنجره بنحط زيت نباتي تقريبا معلقه لمعلقتين حسب الحاجه، وقطعه صغيره من الزبده. فوقهم رح نزل البصل والجزر. فيلم البصل لحاله فيلم يا جماعه، ريحته يعني ما شو بدي احكي. انا ما بحياتي قابلت حدا على فكره ما بحب البصل، ما بتذكر. انت كاني دقيت على صدرك مع انه مو طالع على الكاميرا. انت ما بتحب البصل؟ مازن انت كيف على قيد الحياه؟ كيف قادر تكمل حياه؟ لازم نعمل وثائقي عنك شلون انت بطلت تحب البصل. لا بصراحه انا بطلت اقول هالجمله لانه هي قابلت شخص ما بحب غريب جدا. انتم بتحبوا البصل ولا لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات، بدي اشوف مين اكثر اللي بيحبوا ولا اللي ما بيحبوا البصل. هلا دبل عندي البصل والجزر، راح احط فوقهم شعيريه وبنضل عم نحمص لحد ما يصير لون الشعيريه معنا ذهبي. بالوقت هاد بما اني عم قلب رح اطلب من مازن يجيب لي مرق الدجاج بعد. والله اذا اللي قاعد معي ما عم يسمع مني يعني ما فيني اعتب انا على المشاهدين للامانه، فاي حدا بيفهم اللي ما بيفهم علي من وراء الشاشه انا مسامحكم. هون دائما اي حدا بيساعدكم بالمطبخ اشكروه. شكرا لك وشكرا للمتابعين وشكرا يعني بيقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هلا بنضيف عليهم البهارات، ملح وفلفل كمون وكركم، نعطيهم هيك التقليبه العجيبه وبنخليهم شغله 10 دقائق لحينما تستوي معنا الشعيريه. سيو بعد 5 دقائق مدري 10 دقائق اللي هو بهالوقت هذا. بتعرفوا شو تعملوا؟ لا مو سبسكرايب، بعرف صوتكم كلكم حاطين سبسكرايب. اللي بدي اياكم هلا تعملوه تروحوا لعندي على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى السناب شات وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي وايضا على الفيسبوك وتتابعوني هنيك مشان تشوفوا ستورياتي ومشان كمان تكونوا معي شي مره باللايفات. واللي فيكم حاب يكون معي جيست ويطلع معي باللايف انا مستعد اضيفكم معي على اللايف. وفيديوهاتي حلوه على الانستغرام وبوستاتي للامانه، يعني هذا الامانه بدون يعني تبع ما حدا بيقول على زيت وعكر، لا هن عن جد حلوين كثير. برجع لكم بعد شوي. والان بعد ان مر على الشوربه الشعيريه صارت جاهزه، رح نضيف فوقهم معيار خلينا نقول كوب من الحمص المسلوق الجاهز. اذا ما عندكم فيكم تسلقوا انتم بالبيت، عيار كوب واحد. هيدا انا غسلته من قبل وهذا رح اضيفه على الشوربه. انا رح اعمل شغله هي من عندي شخصيه، انا وعم حرك الشوربه رح حاول خلي بعض من حبات الحمص تنهرس، لأن وقت حتنهرس حتعطينا مثل قوام كريمي سميك بالشوربه، ونحن هذا الشيء بنحتاجه بالشوربات. يعني انا من الاشخاص اللي بحب كثير الشوربات السميكه، فوقت اعمل هذا الشيء فرح استفيد من الحمص انه يعطينا هي السماكه اللي انا بحبها. هلا جهز يا مازن المعالق وتعال نلعب حجر ورقه مقص ونشوف مين رح يدوق بالقوه. جبت لك معلقه ليك عملت معك منيحه. لا بس هي تبعك. لا ما بتقنع. كله غسلتهم معلش. ناكل نفس المعلقه. حاجه ورقه مقص وش على الثالثه ولا من اول مره؟ اول مره شو بدنا نلعب نحن؟ طيب يلا حجره ورقه مقص من اول مره. خلص ما انت فزت. يلا اذا بنفسك انت تدق ولا لا اخي خلص عم نلعب وماشي الحال. اهم شيء هن يحطوا سبسكرايب، ما بهم مين بيدوب بالاول. طب انا بدي احط حمض، بدك؟ خلص حط هذا عندك وعندي. يلا بركي طلعت خلص ما تشربها هنيك بلا حمض. خلص ندوق لانه انا اللي ربحت. ايه بس انا بدي برد معلقتي. اوكي برد اساسي الحمض فيه. ما طلعت نعمل ما ضغطت على المشاهدين، اجيت بعينه للمشاهد. كثير لا عن جد ما توقعتك، توقعتها ثقيله انا. شفت ما اخفها لانه انت لا حبيبي يا عيني. شوف لك شغله، الافكار النمطيه اللي موجوده عندك انت عن الاكل بدك تحاول تحذفها وقت تكون مع حدا بيطبخ، لانه هي الشغلات معروفه عنكم بالشام وبسوريا، عندنا ما بس عندهم بالشام، بكل مكان بسوريا بيلاقي الحمص والفول الثقيل. هي الفكره مو بالحمص والفول، نحن بنضربه يا طويل العمر بالسلامه مع الطحينه،
مع توم، مع زيت زيتون، الزيت زيتون الثقيل، وشغلات تانية. الفتة بيكون على وجهها السمنة ثقيلة، فالضرب مو على الحمص. الحمص مسكين مظلوم، بالعكس الحمص جدا مفيد ومليء بالبروتينات ومدر للبول ومنظف لجهاز الهضم، مساعد للكبد، يعني مصنع فوائد للجسم. بس سبحان الله بنحط فوق مع السمنة مشان يكون ثقيل ولا لا؟ طشة السمنة هي اللي تجي فوق الفول والفتة والتسقية، هي اللي بتخلي الأكل ثقيل. أو الطحينة كمان ثقيلة، أو اللبن. بس هي الشوربة كتير خفيفة. حزروا شو ذكرتني هالشوربة؟ بشغلة كنا ناكلها بالسعودية، كانوا يقولوا لها بليلة. بالسعودية؟ بالشام البليلة شيء ثاني ما بعرف، بس إنه يعني إنه بس بالسعودية ما بعرف. أنا هنيك يعني نشأت هنيك، فأنا بعرفها هنيك. مثل كانوا يبيعوها على طريق الثمامة. مين فيكم من الرياض عم بيتابعنا هلا بيتذكر أيام طريق الثمامة؟ يمكن تغير طريق الثمامة هلا، صار بنايات ومدري شو. كنا نروح تلاقي واقفة عربيات البليلة والبطاطا المقلية، ناخذ بليلة تيجي هيك حمص ومخلل وجزر وبقلبها خل وحمض وكمون وملح وهيك. ما بعرف هيك بالشام كان بسوريا ولا لا؟ أكيد. والله بس اللي كان يبيعها هذا بباب الحارة كان بليلة. هي مو هي. هذيك كانت ترمس. هذيك كانت ترمس. ايوه نحن بنقول لها ترمس هلا ليك حسب المحافظة على فكرة، يعني في محافظات بيقولوا عن هي بليلة. بالشام بيقولوا عن غير عن ترمس، بيقولوا عن بليلة. شو اسم البطيخ عندكم؟ بطيخ. الجبس. لا ما فيها حسب يعني. انتوا بتقولوا بطيخة صفرا بطيخة حمراء. بطيخة صفرا. نحن عندنا تنوع، نحن عندنا الجبسة وعندنا البطيخة. لازم نعمل حلقة بس عن اختلاف اللهجات. نحن قصدك هي اللي لونها صفراء؟ ايه آؤون. هاي آؤون معكم بودي ذا فودي. لا والله نظامي آؤون، هات موبايل. خلص تركنا من الآؤون، بنعمل لها حلقة تانية. هلا خلينا نحن هون نحن بشوربة الحمص هي اللي بصراحة فرفوشة حسيتها. أنا بتسعدني هي الشوربة، أنا بحب كل ما أكلها هيك أهرس حبة الحمص بتمي واستمتع فيها. أنا كتير استمتعت بالشوربة وبالحلقة معكم أعزائي المتابعين. إن شاء الله أنتم كمان تكونوا استمتعتوا معنا بحلقة اليوم. في كتير ما تأكلها. اليوم تمام. اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. هي ما بدها كتير كلام، للأمانة جدا جدا لذيذة، أنا أنصحكم فيها بشكل شخصي. رمضانكم مبارك مثل يعني كل حلقة وكل مرة، وإذا شي مرة نسينا لكم رمضان مبارك فمن قلبي من جوا شهر رمضان مبارك على كل المتابعين بكل مكان يا رب. وانتهت الحلقة لهون، نلقاكم إن شاء الله بوصفات لذيذة جدا قادمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومتابعتي على بقية منصات التواصل الاجتماعي. كان معكم بودي ومازن، سلام إخواتي. تعرف شو؟ انه هيك مدموجه مع الحمص مع الشعريه، عرفتي؟ مع الحمض. ثقيلة ما بدي اكل. ما شو بعرفني انه فكرة ما كنت لها حمض كل ما اطلبها. الحمض يليق بها. هي الحلاوه فيها.